ما توقفش مهما كانت الظروف، ما توقفش فعلا، اتحرك، لانه اللحظه اللي هتقف فيها خلاص انت الفرص هتضيع. طول ما انا بتحرك، طول ما الفرص عماله تفتح ودي بتقفل ثانيه بتفتح، فبتحرك، فالدنيا بتوضح قدامي، رؤيه بتوضح، لحد ما تلاقي نفسك انت اتزقيت تلقائيا على حاجه واشتغلت فيها واديت فيها وكبرت فيها. عمر اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا مبسوط قوي ان انا قاعد مع حد يعني كل ما اسمع كده قصه من قصصه احس انه يعني قصص كفاح يا ريت توصل لكل يا الناس. رب يخليك. عشان كده احنا نفسنا النهارده نحكي وتدينا زتونه كده خلاصه السنين اللي انت اتخبطت فيها في الحمد لله. البيزنس وكده. حكي لنا بقى ايه المجال اللي انت فيه وازاي وصلت للحته دي دلوقتي؟ يعني طبعا الفيدباك بتاعتي كانت مختلفه شويه عن اللي انا فيه خالص دلوقتي. يعني انا بدايتي كانت انا اصلا مهندس كمبيوتر، فمش في الحته بتاعه التجاره خالص، يعني حتى الدراسه مالهاش علاقه بالموضوع ده. ولكن يعني مع الوقت انا كنت بلاقي ان انا عندي شغف بحته التجاره، انا بحب الحته دي يعني من صغري. يعني جربت، عملت محاولات كتيره صغيره، ولكن كان في يعني عارف انت بتفكر في الموضوع وشغلك وحاسس ان هو ده اللي هلاقي نفسي فيه قوي، ففكرت فيه كتير، اتحركت فيه كتير في مشاريع صغيره وحاجات بسيطه. يعني فتره الشباب نبيع حاجات صغيره، نعمل ايه اول حركات كده. حاجه يعني اول حاجه مثلا، يعني اتذكر مثلا في الجامعه يعني بعت فضه، كنا بنبيع فضه واحنا قاعدين كده على القهوه مع اصحابنا. يعني حاجات ايه عارف انت كده، تحركات بسيطه ولكن كانت ليها مردود نفسي ممكن انا ما كنتش واخد بالي منه خالص، انه انا بحب الحته دي. ممكن الموضوع ما نجحش، يعني حتى فتحت في مجال الموبايلات بروجكت وفتحت واشتغلت وكل حاجه، بس ما كانش عندي لسه خبرات ادير ازاي امانج البرايسنج، الحاجات دي. الدنيا لسه مش احسن حاجه، لسه في يعني عارف انت ايه لسه يعني صغير، لسه ما فيش خبرات، ما فيش نضج، بتستكشف المجال. بدات في مجال الموبايلات فعلا، وعملت حاجه مع واحد صديقي ما نجحناش، بس كل مره كنت ما بنجحش فيها بشوف انه انا نجحت، ان انا اتعلمت حاجه جديده فيها، وبرضه هكمل في التجاره. يعني انا الشغف مش عايز يروح. يعني اي حد بيتعرض لمشكله في حاجه ممكن يجيله تشوك، صدمه، انا عايز ابعد عن الحته دي. لا، انا دايما شايف ان انا الحته دي بتاعتي، حتى لو انا بعيد عنها. يعني زي ما بيقولوا كده ايه، حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. انا يعني اللي هو ايه، ببعد غصب عني عشان ظروف الحياه، وعشان انت عايز تشتغل ويبقى معاك دخل، فمش هينفع تقعد تدور على شغفك طول الوقت. انت في الاخر عايز فلوس، عايز تصرف، عايز يعني تعيش. فحته ان انا يعني عندي شغف وعايز اوصل له، ده موجود على طول، اللي هي التجاره. فانا كنت مشغول بالتجاره، مشغول بيها. مع الوقت يعني طبعا انا لما خلصت جامعه وخلصت يعني فتره اللي هي التقديم للجيش والحاجات دي، وخلصت خلاص مستقر كده، اشتغلت في الفاميلي بيزنس بتاعنا اللي هو تجاره الخدمات. انا والدي عنده شركه يعني خاصه بتجاره الخدمات، العماله للمصانع وخدمات نقل بضائع للمصانع، في حته تانية خالص. بس برضه هو تجاره، بس هو تجاره خدمه، يعني مش تجاره منتج. فانا ما كانش ايه يعني انا شايف الموضوع لذيذ ولطيف، ولكن مش هو ده اللي انا عايزه. ولكن انت زي ما بقول كده، يعني مجريات الحياه بتخليك عايز اشتغل، لازم اشتغل، لازم يبقى في حاجه. ولكن في الوقت ده انا بفكر اعمل ايه على طول، شاغل بالي على طول ايه الفكره. يعني انا كنت بدعي ربنا، انا فاكر بقول يا رب، انا يعني يا رب رزقني حيله الرزق. انا عايز الفكره اللي اجيب بيها الرزق، اللي استمتع وانا بجيبه. انا مش يعني الحمد لله ربنا رزقني، وكنت حياتي الحمد لله كويسه، الحمد لله، وعايش حياه كويسه. ولكن انا عايز الفكره اللي هستمتع وانا شغال فيها. جربت كذا حاجه في الطريق لحد ما حصل موقف، انه قعدت مع واحد صديقي بيكلمني في حته ان هو بيعمل اونلاين بيزنس وبيبيع تيشرتات وحاجات، يعني صاحبي انا اصلا بثق فيه جدا. فلما قال لي كده حسيت ان انا يعني طب انا مستني ايه؟ يعني الموضوع يعني موجود وبيتنفذ، يعني انا مش اوهام. مش انا يعني للاسف يعني معظم الناس اللي بتيجي مثلا تتكلم في حته البيزنس على السوشيال ميديا او في اي حته، بيبقى بيتكلم من حته فوق قوي، فبيخليك تحس ان الموضوع لا صعب. يعني دولارات و1000 دولار و3000 دولار في الاسبوع في الشهر، تحس الموضوع اصلا تحس ان هو ايه يعني حلم. 10 نصايح عشان توصل ل حلم 10000 دولار في اليوم. فانت احساسك باللاواقعيه بيخليك طب انا هخش ليه، اجرب ليه؟ انا حاسس اصلا الموضوع مش واقعي، يعني انا مش حاسس ان الموضوع اصلا حقيقي. مفيش حاجه بتيجي كده بسرعه بالظبط. لكن لما قعدت مع حد انا بثق فيه ولقيته ان هو لا، يعني هو ده حد مش هيضحك عليا، ده حقيقي وده واقع، فبدات احس ان الموضوع قابل للتحقيق، ابدا افكر. فرحت داخل في حته الملابس الرجالي اللي هي انا مش فيها دلوقتي خالص. يعني هي حته تانية خالص. ما هو يعني بقدر الله هنوصل امتى للي احنا فيه دلوقتي. اتحركت في حته الملابس الرجالي خالص، وبعدين لقيت ان الموضوع مش احسن حاجه، مش ماشي معايا قوي.
لحد ما يعني انا زوجتي الحمد لله لبست نقاب مؤخرا، فقبل ما ابدا البروجكت الاخير اللي هو مجال الملابس المحجبات، فكنت بدور لها على لبس، فلقيت انه المنطقه اللي عندنا اللي احنا عايشين فيها ما فيهاش اللبس ده. فبدات الافكار تيجي في دماغي، طب احنا نعمل ايه؟ طب يعني لو حد عايز عبايه، عايز لبس من ده، لا في خيارات محدوده جدا ومش احسن حاجه. طيب نجيب اونلاين، هو ده المتاح اونلاين، تمام. بدات برضو انا خلاص في الرجالي شغال، ولكن ما دخلتش في الحته الحريمي اللي هي المحجبات. لقيت انه طلبنا حاجات اونلاين، لقينا الكواليتي مش احسن حاجه والسعر مش احسن حاجه برضو. طب ايه يا جماعه؟ طب إيه كده؟ في جاب، في حته واقعه في السوق ناقصه، احنا عايزين حد يخش يسد الحته دي. فبدات الفكره الحمد لله. وانا بقى يعني عارف انت ايه اللي هو ايه، كان عندي شويه فلكسبيليتي ان هو انا بتحرك، مش قافل نفسي اللي هو خلاص انا دخلت هنا فانا هقفل على نفسي هنا ولازم انجح هنا. لا مش شرط، ممكن تبدا في حاجه وتلاقي مع الوقت الدنيا اتغيرت وانت دخلت في حته تانية والموضوع اتغير وكده. فالحمد لله رحت داخل اجرب في حته الملابس والحاجات، لقيت الموضوع ماشي معايا بسهوله شديده. يعني اتحركت لقيت الموضوع الحمد لله ربنا وفق فيه ومشي. اثناء التحرك بقى ده غير كمان المجال الخاص. يعني انا لما دخلته في حته الكوزماتكس ومعاها حته صغيره عبايات وحاجات كده، الموضوع كبر قوي في حته اللبس وانتهت مني لحته الكوزماتكس، اتخرجت منها خالص. مع الوقت الواحد لازم يبقى عنده شويه فلكسبيليتي في الموضوع، مرونه، بتحرك بشوف ده هيمشي معايا ده مش هيمشي، يعني ما بقاش قافل نفسي على حته معينه وخلاص انا لازم انجح في دي يا اما غيرها مش هينفع. لا ده مش حقيقي. من كلامك كده عمر يعني الموضوع كبير قوي، وموضوع كأنه كده سلالم او حواري كتير وزخانيق كتير لحد ما وصلت للنقطة دي. طيب الناس اللي قاعدة بتسمع، اللي عمالة تفكر وبتتفرج على فيديوهات التنمية البشرية اللي هو اتبع الشغف بتاعك وامشي ورا والحلم الباشن والدولارات والحلم والفلوس وشغلانة أيوة. الأحلام والحاجة البيرفكت دي، مظبوط. تقول لهم ايه خطوات عملية بسيطة يركز فيها عشان ما يبقاش عايش ورا حلم مش هيتحقق، مش واقعي زي ما انت بتقول، مش عملي، وابقى متكتف ومش بعمل اي حاجة؟ هو انك تشوف الحاجه اللي قدامك دي انها الاول تنفع تتحقق. كل حاجه ينفع تتحقق، ولكن في ستيبس. ما ينفعش ان انا يكون عندي طموح ان انا مثلا احط نفسي مثلا يعني احط نفسي طموح وهدف بعيد قوي قوي قوي، فحس ان هو صعب يتحقق، لا مش هعرف اوصله دلوقتي فما ابداش. لا ابدا بالمتاح، اتحرك، اشتغل، اسعى. ده مفيش لا شك من ان انت هتتعب وهيبقى فيه مجهود وهبذل. يعني زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الغنم بالغرم، يعني انا في هبذل مجهود وهغنم بعديها. الغرم بقى هتغرم من مالك ومن وقتك وهتغرم من كل حاجه، ولكن في الاخر هيبقى فيه مغنم ليك في الاخر، انه هتبقى فيه مقابل. فالفكره كلها انه احنا للاسف الحلم الثراء السريع بيخلي الموضوع ايه، انت بتبقى بتحلم بحاجات كبيره قوي عظيمه جدا، وانت عارف كويس قوي ان دي عشان تحقق عايزه وقت طويل جدا، فبتيأس نفسك. فاللي هو خلاص انا كده كده هبدا ليه، يعني انا هبدا ده لسه قدامي 10 سنين عشان اوصل للحلم بتاعي، فالموضوع صعب فبلاش منه. مش واقعية، مش لكن لما عملية. احط ستيبس حقيقيه واقعيه عمليه وابص لنماذج قريبه مني، ما ابصش لنماذج فوق قوي، ساعتها هحس ان انا خطوه وهقرب للنموذج ده. بعد ما اوصل له سيبه وبص على نموذج اكبر منه. كأنك بتقول كده ان الرؤية الكبيرة او الهدف الكبير قوي ده اللي نفسي اوصل له، انا بكسره كده لأهداف صغيرة مظبوط. مرحلية. مظبوط. لما بوصل لها غالبا بتديني امل تاني او نفس تاني مظبوط. اكمل الرحلة الكبيرة حصل. دي. هو ده الحقيقي وده الواقع. ده لو انت عملت غيره هتحس ان الموضوع بعيد قوي فهيجي لك يأس. طيب عمر، ايه الاهداف المرحلية الصغيرة اللي كنت بتوصل لها عشان توصلك للرؤية الكبيرة اللي هي وصلت لها بعد وقت؟ والله بص، انا كنتش ماشي منظم او مرتب، ولكن التجربه نفسها هي اللي نظمتني. بمعنى انا كنت عندي مرونه. لو هنيجي نقول ايه الحاجتين اللي انا مشيت بيهم بفضل الله، المرونه والاستمراريه، دول تحطهم قاعده ثابته وتتحرك بيها. تقصد بالمرونة انه حطيت لنفسك حاجة ما حصلتش بروح يلا شوف الحل، لحاجة تانية، شوف الحل على طول زي الجي بي اس كده، أنا اتحرك. حاطط نقطة دخلت الشارع ده مقفول، هنشوف شارع تاني. هحاول مش بقى مش هرجع. ما هي دي النقطه، ان انا دخلت الشارع ده مقفول مش هرجع، انا هشوف طريق تاني واوصل ان شاء الله. فانا في الاخر برضو ببص الحته دي، ببص لشغلي بالشكل ده، بشوف الفرص ما اشوفش العقبات. لكن لو قعدت اتخيل العقبات بس الدنيا هتقف خالص. طيب انا عايز اقف هنا وقفة على موضوع العقبات ده. حلو. لانه الموضوع بيبقى محبط وبيبقى بنقع على دقننا كده اول ما نلاقي اول مطب
وخلاص بقعد بقى وده هيحصل للاسف. قعدة عبلة اه كامل، فاهم؟ اللي هو خلاص باظت وخلاص كده اخر كده الدنيا باظت. باظت خالص. ايوه فممكن لا تقول لنا العقبات اللي انت واجهتها وازاي وصلتك للحتة دي؟ بص، هو اكيد يعني قابلت مشاكل، اتعاملت معاها ازاي؟ اكيد قابلت مشاكل. انا اي مشكله بقابلها بفضل الله يعني بشوف انه ايه، انا كنت موفق ان انا اعديها. ممكن بعد كده اتعلمت ازاي اعدي، ولكن في الاول انت ما عندكش النو هاو، فانت اتعلمت بالتجربه. ده هو طب اعمل ايه، اشوف حل ازاي. يعني انا مثلا اذكر مثلا مره جبت يعني كان راس مال المشروع بتاعي كان وصل ل 50,000 جنيه. فجبت شغل بحوالي ما يقرب من النص، والفلوس دي كمان واخدها من حد كانفستمنت معايا. تمام. الشغل جه كله بايظ في سيزون، واحنا عندنا كان قبل رمضان، ورمضان ده بالنسبه لنا هو الهاي سيزون. فالدنيا خلاص وقفت، يعني مش عارف اعمل ايه، يعني ايه الحل. فاتصرفت بحلول عمليه جت، يعني نتاج التفكير في انه اكيد هلاقي حل. يعني انا مش دارس ان انا الحل هيبقى ايه، يعني لما تحصل مشكله زي دي هعمل ايه. لا، هتدور، هتفكر في الحل. مش هقعد ايأس واقول لا خلاص هي باظت، لا انا مش هقدر، مش هعرف. مم. لا، الكلام ده ما كانش حقيقي. اتحركت الحمد لله، دورت، خدت شغل اجل من حد تاني، حاولت اعدل الشغل ده ما عرفتش. انا عايز اقول لك ان لحد النهارده يمكن عدى 3 سنين على الموقف دوت، لسه معايا شغل من الشغل دوت. يعني ما ينفعش، يعني شغل جه بايظ خالص، ما ينفعش حتى يحصل له تعديل. مم. ولكن الحمد لله ربنا اكرم الاكرمين، ودام بتسعى ودام بتفكر وبتتحرك هتلاقي حلول، وهتلاقي تحركات هتجيب نتيجه معاك. فالحمد لله مع الوقت خدت حته ان انا ايه، ما تعطلش، ما تقفش، اتحرك. كده كده هتلاقي حل، هتبص هتلاقي حل، وفعلا بلاقي الحل بفضل الله. مم. انت يعني زي ما بيقولوا كده ايه، ما تكرر تقرر. انت طول الوقت بتقول هلاقي حل، هتلاقيه. مم. طول الوقت بتقول هلاقي عقبه والدنيا هتقف، اصل الدولار هيغلى، اصل البلد، اصل الدنيا، اصل الاقتصاد، اصل مش عارف ايه، هتقف وهتعطل ومش هتكمل. فالفكره ان انت بس شايف ايه، ما تحبسش نفسك في فكره جوه دماغك ان الدنيا هتقف. مع اول مشكله الدنيا هتعطل، مش هيحصل. مم. الدنيا هتمشي وهتكمل، وكملت قبل كده وهتكمل بعد كده. بس الفكره كلها جواك انت. وده فعلا انا لما يعني عملته مش عن علم، عملته بالفطره. هي جت كده. انا يعني النهارده انا لما باجي انصح حد بقول اتحرك، ما تخافش، هتتحل. مفيش مشكله قابلتها في الدنيا اللي كان ليها حل. فانت بس كأنك بتقول كده ببساطة انه اي عقبات انت كنت بتشوفها بوجهة نظر مظبوط ان دي فرصة، مظبوط. مش تهديد لا يوقفني يشلني، لا لا لا، دي فرصة اكيد ليه حل. تعلمني وتنشفني وتخليني افكر بشكل مختلف. وده وده الفرق ما حقيقي. بين العقلية الثابتة والعقلية النامية اللي بتشوف في ده المشاكل اكيد. انت فرص لما تيجي وكده. تكلم حد في اي حاجه، مثلا في بيزنس، حاجه من الاثنين، لو هو بيبص بالحته اللي هي هقدر اعمل، هقدر انفذ. يعني انا كان ممكن في القعده اللي انا قعدتها، اللي هي كانت سبب الحمد لله بعد ربنا، وربنا اكرمني بخير كويس بعديها. القعده دي كان ممكن انا اقعد اقول ايه، لا هو عمل كده، صاحبي مثلا اشتغل في البيزنس ده، انا عمري ما هقدر اعمل ده. مم. خلاص قفلنا الباب. كمل في المجال اللي انت بتقول انك مش حابه، وانك عندك شغف في حته تانية، فانت ما قدمتش اي حاجه. مم. فين التضحيات اللي انت عملتها، انه انا هبدا وهجرب وهتعب شويه. ويعني انا عملت لنفسي داون جريد. يعني انا لما ابص لي مثلا انا في البيزنس فاميلي بتاعنا، انا قاعد على راس الدنيا انت كلها. سلطان زمانك، انت صاحب الشغل، خلاص حلو قوي، الحته حلوه قوي انت يعني. اللي بتتشرط على بيزنس الناس فاميلي، وهتجيب وحاجه فلوس والدي امتى عملها وتعب فيها 30 سنه، وانا جيت قعدت على راسها وهو معايا، ويعني اعمل يا عمر وخد راحتك يا عمر وخلاص الدنيا جميله. طب وبعدين؟ لا، ما هو في طموح. انت لو ما عندكش طموح خلاص ارضى بالوضع ده، واقبل بقى بالشغل اللي انت بتقول ان انا مش حابه، وده انا مش عايزه، وده انا مش عايز ابقى، انا عندي شغف في حته تانية، اصلا انا بشتغل حاجه ما بحبهاش قوي. لا، طيب احكي لنا يا لازم. عمر بتفاصيل كده القصة بتاعت الداون جريد ده، او انك تنازلت ما عن هو من منصب صاحب شغل وصاحب بيزنس كبير، ليه انك لسه بتخبط وتستكشف مجال صغير. حكيت لي قصة انت برضو كده في الكواليس، نفسي الناس تعرفها لانها بتلخص حاجات كتير قوي. ما هو احنا بص، انا النهارده انت قاعد على يعني توب مانجمنت في شركه، وفجاه نزلت بقيت بتقف مع تاجر بتقول له انا عايز اخد بضاعه، فيقول لك لا انت لازم تشتري مني ب 2000 جنيه عشان ادخلك على، يعني احنا عندنا في البيزنس بتاعنا بتاع الملابس تليجرام رقم 1 في الحته دي كجمله وككده. فعشان ادخلك على تليجرام الجمله، هو كان بيفاوضني ان هو لازم تاخد بضاعه ب 2000 جنيه برقم عشان معين. ادخلك الحته دي. فتمام، انا الحد ده على فكره من اعز اصدقائي دلوقتي، واحنا يعني فاتحين شغل مع بعض جامد جدا بفضل الله، وحد يعني بحترمه جدا. بقيت بتاخد ب 3000 جنيه مثلا. مظبوط. خدت ب 2000 جنيه
لا بقينا بناخد بارقام كبيره طب بفضل الله كويس. الحمد لله. ف يعني فعلا في حسيت ان انا اللي هو انت، طب انا كنت قاعد فوق الدنيا وقاعد يعني الدنيا احسن، قاعد في مكتب والدنيا حلوه يعني، مش نزلت عملت داون جريد لنفسك، بقيت بتتكلم في حته تاني في مجال تاني خالص من الصفر. وهناك بقى ما حدش هيعاملك انه انت صعب يعني شغل. عمر بن الحاج ناصر اللي موجود في شركه لا مفيش الكلام ده. انت النهارده حد عادي خالص جاي بتشتري بضاعه واحنا عندنا شروط. فالحمد لله كان عندي، كنت شايف يعني عندي ايه نظره كده مثلا مستقبليه، انا حاسس ان انا ايه، لا انا هوصل ان شاء الله. اعمل، ابذل مجهود، اتحرك، اتكلم مع الناس. كنت بنزل كتير عشان الناس تشوفني كتير، فيحسوا ان انا يعني لما التاجر يشوفني كتير فيحس ان انا بقيت فيميلر ليه، وبنسلم على بعض كتير، فيبقى في صداقه، فالناس تعرفني، فاتحرك، فاخد بضاعه اكتر، فكده. فالحمد لله مع وقت قليل بدات الناس تقول لي شوف عايز ايه، خد براحتك، وبعدين ادفع بعدين براحتك. فبدات يحصل فيه جرأه، اللي هو بدا خلاص انا اعتاد عليك، انت كل كذا يوم موجود، كل يوم كل يومين، فالدنيا في موجوده في سوق الجمله علاقة، بتاع في المجال ثقة. بتاعك بقى. انا موجود في الحته بتاعتي دي، وظهرت للتجار الكبار اللي هم اكبر ناس في الموضوع، فبداوا يعرفوك، فبدات الدنيا تبقى احسن، فبدا الوضع يبقى احسن. فده من الايه، حركه بس، والله الموضوع حركه. انت ما بدأتش بمحل؟ لا خالص، انا بدات في البيت. لا ازاي يعني بقى؟ انا حاطط حاجتي، انا عايز اقول لك ان انا كنت بصور فيديوز كنا بنصور فيديو للبضاعه جوه البيت، في اوضه عندي كده كنت مفضيها وحاطط فيها حاجتي وحاطط البضاعه وكل حاجه. يعني عايز اقول لك على السوشيال ميديا كان باين ان احنا يعني حاجه كبيره جدا، واحنا كنا في حاجه في اوضه صغيره في البيت، يعني الدنيا مكركبه وبضاعه ده والكلام اصغر ده كله. مخزن عندنا يا جماعة. حاجه ايه يعني فعلا. ولكن كنا بندور انه يعني اشتغل بالمتاح، هو ده المتاح. يعني ما ينفعش، مش لازم افكر براس مال لازم يبقى معايا مليون، والله مش حقيقي، لازم ابقى والله تاجر مش في حقيقي. انا جاي لك من الازهر السوق، تقيل. انا جاي لك من السوق. مم. انا مش جاي لك من الكورس الفلاني، ولا جاي بديك بقول لك تعالى احضر معايا المحاضره الفلانيه. انا جاي لك من السوق. انا بقول لك السوق ما بيقولش كده. مم. السوق بيقول ان اللي بدا اتحرك وكبر، مم. وكان عنده ايمان انه يكبر وربنا كرمه كبر واتحرك. فده الواقع. عمر انت دلوقتي برضو عايز اعرف الناس اكتر، انت تمام. البيزنس بتاعك دلوقتي واصل لفين؟ يعني ابص انا النهارده الحمد لله احنا عندنا اكتر من براند في ملابس المحجبات. يعني عندي حاجات شراكات، وعندي حاجه خاصه بيا اللي هو براند نور الزين، ده حاجه بتاعتي انا، ده ولادي نور الدين وزين الدين. ربنا يبارك لك فيه. فربنا يبارك لك. فدول ده البراند الاساسي بتاعي. وعندي بقى شراكات مع ناس تانية، يعني اصدقاء تانيين برضو شراكات في الشغل. وبنعمل دلوقتي برضو براند تاني بشراكات برضو تانية، ده هيبقى ان شاء الله موجود في الامارات والسعوديه ومصر ان شاء الله. فالحمد لله يعني في تطور الحمد لله بفضل لا، الله. الحمد تطور لله، كبير. اللهم لك الحمد. الحمد لله. لا ربنا يزيد الحمد ويبارك. لله، اللهم لك الحمد. طب عمر نفسي نلخص الحلقة دي بشوية خطوات عملية تخص المجال، وادخل فين واعمل ايه لأي حد سامعنا دلوقتي تمام. نفسه يبدأ بحاجة، تنصحه بإيه؟ يعني 1 2 3. انا لو هنصحه بواحد اتنين تلاته، يعني في البدايه طبعا انا برجح دايما، انت لو انت فجاه كده قررت ان انا هبقى صاحب بيزنس، طيب هنخش مجال، يبقى انا محتاج ان انا اقرر انهي مجال اخشه. اول حاجه لازم نبقى متفقين ان احنا هنبقى فليكسبل. يعني هنقول مثلا ممكن اشتغل في مرن. ده او ده او ده. المرونه لازم تكون موجوده، عشان انت زي ما قلت لك انا بدات في ملابس رجالي مثلا، وممكن اخش في حاجه تانية دلوقتي. يعني ما عنديش مشكله ان انا ممكن اخش في بيزنس تاني دلوقتي. خلاص انا خلاص تاجر. التاجر الشاطر هيعرف يبيع اي حاجه باذن الله. المدير الشاطر يعرف يدير اي شركه. فبس هيبقى الافضل ليك التخصص بتاعك. يعني ممكن انا مثلا انا شايف ان انا حد ضيع 10 سنين من عمره في مجال معين، لما تيجي تقول لي افتح شغل هيبقى حاجه كويسه جدا لو اشتغلت في اللي انت بتفهم فيه بقالك 10 سنين. خلاص طيب لا انا بقالي 10 سنين بعمل ما لا احب عشان ايه اشتغل الحاجه اللي انا بحبها. اوكي تمام، سيب ده خالص وشوف الحاجه اللي بتحبها وابدا فيها، عشان يبقى عندك الشغف مقابل الفلوس. يعني انا مفيش مشكله بشتغل ومبسوط ومستمتع وبجيب فلوس، لكن مش ان انا ببص الموضوع بقى ان انا يعني انا بدور على شغفي واللي مش هجين من وراه حاجه. لا خلاص انا الحته دي بس هتشغلك. انا عايز اكد على النقطه من كلامك ده، تمام انه مش لازم اقلب الترابيزه خالص خالص. على المجال اللي انا يمكن مش شغوف بيه ده. لا زي ما انت انت بداتها واحده واحده. انا دلوقتي مش موجود في الفاميلي بيزنس اصلا بتاع والدي دلوقتي بس يعني. بس سلموا لبعض كده، ما كانتش مره لا واحده. لا ما سبتش هنا خالص واتحركت هنا، لا جربت وبالراحه مرحليه لحد ما حسيت ان انا الموضوع التاني محتاج ان انا افضل ايه. بقيت تديله اكتر والفاميلي بقى. بيزنس عندنا الحمد لله، يعني والدي موجود ربنا يبارك فيه موجود، والشغل شغال الحمد لله، يعني مفيش مشكله وانا مش موجود عادي. فلقيت ان انا لا خش بقى يعني انقل اعمل بقى شيفت. الموضوع هنا بيكبر، فعملت الشيفتنج ده بشياكه زي ما بيقولوا كده. اهتمام اكتر بالظبط. الموضوع خلاص بيكبر. ده كنت ساعتها فتحت محل وخلاص بقى الموضوع بدا يعني لا يبقى بيشوف النور، فلو عايز بقى مجهود اكتر.
ففضيت له نفسي. فاللي عايز اقوله انه ممكن تبدا وانت تعمل يعني وقت فراغك. والاونلاين بيزنس والله سهل جدا ان انت تعمله جنب اي شغل بتعمله. بتشتغل بالليل هتنزل الصبح، بتشتغل الصبح هتنزل بالليل السوق وهتجيب حاجتك وهتشتغل بس يعني تتحرك. فطبعا لو هنلخص الموضوع سريعا، فانت تخش اول حاجه المجال اللي بتحبه هيبقى طبعا ليه الاولويه، ده رقم 1 لانه هتبقى انت مستمتع وانت شغال فيه. تاني حاجه المجال اللي انت عندك فيه خبرات كويسه. يعني مجال انا بقالي 10 سنين شغال في مجال ما، فهل انا بعد ما 10 سنين ضيعتهم من عمري فيه ما استفدتش بيه؟ هيبقى حلو قوي لو اشتغلت فيه. هتبقى عارف كل التفاصيل، كل حاجه هتبقى قادر عليها، وهيبقى عندك علاقات كويسه فيه. طيب لو في مجال ثالث، المجال اللي انا ممكن يبقى مثلا عندي يعني مثلا لو انا قررت ان انا اشتغل في المجال اللي والدي شغال فيه بقاله 30 سنه وهعمل فيه بيزنس، هيبقى بسهوله لانه هيساعدني. لو عمي، لو خالي، لو اي حد من قرايبي، اصحابي، زي ما حصل معايا صديق ليا هو اللي زقني في الحته دي. فلو انت عندك علاقات في مجال برضو ممكن ده يبقى ثالث مجال تختاره. اهم حاجه يكون في مرونه، ما تقفلش على نفسك في حته معينه. انت في الاخر بتدور على ايه؟ انك تعيش احسن وتعيش افضل وتشتغل في حاجه كويسه بالنسبه لك، مبسوط ومرتاح فيها وتكبر فيها، تحقق ذاتك زي ما بيقولوا. فعشان توصل لده يبقى في مرونه. لو حصل دخلت في مجال وما وفقتش فيه عادي، بس خلاص انا خدت كونسبت التجاره، انا هتاجر مثلا. مش شرط تكون التجاره بس دي الحته الوحيده اللي انت ممكن تروح لها، ولكن بتكلم اي حاجه هتبنيها هتعملها لازم يكون عندك مرونه فيها، لانه ممكن ما توفقش في جزء منها وتوفق في جزء تاني، فتلاقي القدر كده ايه وداك في حته تانية. المشترك فين هنا؟ انه انت في مرونه وفي استمراريه. ما توقفش مهما كانت الظروف، ما توقفش فعلا، اتحرك. لانه اللحظه اللي هتقف فيها خلاص انت الفرص هتضيع. طول ما انا بتحرك، طول ما الفرص عماله تفتح ودي بتقفل ثانيه بتفتح، فبتحرك، فالدنيا بتوضح قدامي، رؤيه بتوضح لحد ما تلاقي نفسك انت اتزقيت تلقائيا على حاجه واشتغلت فيها واديت فيها وكبرت فيها. فده كده يعني. فانت كأنك بتقول اختار مجال بحبه مظبوط. عشان استمتع وانا بشتغل فيه ويبقى عندي حماس ونفس. مظبوط. كأنك بتقول استغل الموارد ايا كان حتى لو قليلة اللي معاك، وبص بصة كده هتلاقي موارد كتير، مش لازم تبقى خميرة وراس مال كبير. كأنك بتقول ما تتصدمش لما تلاقي حفرة او تقع على دقنك وتلاقي إطلاقاً. فشل، لا ده بالعكس، خالص. ده فرصة بتنجحك طبعا. وتعلمك وتعرفك. مظبوط. التخصص مهم لكن مش بتوضح من اول يوم، لا، بالخطوات واحدة واحدة بتوضح وانت بتتحرك. وانا بتحرك، واعملها دلوقتي. نفذ. شكرا يا عمر، يعني انا اكتر واحد استفدت بصراحة من الحلقة دي، ربنا يخليك. واديتني امل، وبالتالي اديت امل لكل الناس اللي أتمنى ده. بتفكر في أتمنى. البيزنس وحابة تبدأ حاجات باذن الله حتى خير. لو صغيرة. فشكرا، وانا متحمس قوي للحلقات اللي جاية باذن الله.